شكرا يا فندم. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني قوي 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 من اخر فيديو. صباحكم زي الفل. هو احنا بنطلع من التلاجة ندخل في الفرن نطلع من هو في ايه؟ ربنا يرحمنا برحمته يا رب. عايزه اقول لكم جو صعب قوي. امبارح كانت عماله تشتي، وكنت منزله حتى ستوري على الفيسبوك، مش عارفه نزلت الستوري على اليوتيوب ولا لا. والجو مولع والدنيا بتشتي. البطانيه دي بقالها كان يومين في البلكونه، كل ما اجي المها تروح الدنيا شتي، كل ما اجي المها تروح الدنيا شتي. انتوا متخيلين؟ قلت طب يعني في ايه؟ بس نطفت وبقت زي الفل. كانت فعلا مش نضيفه خالص اهي، نطفت وبقت ايه فله، ما اقولكوش فله شمعه منوره وريحتها زي الفل. الحمد لله. حتى شعر القطه اللي كان فيها راح خالص، مفيش غير حاجات بسيطه قوي كده زي ما انتوا شايفين. جمعه مباركه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. حبيت بقى ابدا معاكم روتين كده. الولاد لسه نايمين اساسا. بعت جبت حاجات بالتليفون لاني مش قادره انزل، كنت نازله رايحه بيت الجمله، وقلت اجيب فراخ وكده من هناك من سفر ومش عارفه ايه، مش قادره. وبصوا الجو عامل ازاي، صعب جدا. بصوا دي والله بعت اجيب حاجات بالتليفون من عند مصراوي ماركت من ورايا وخلاص. يعني حتى عجينه الفلافل بعت دليفري، يعني اتصلت بعم ابراهيم يبعت لي حد دليفري من عنده يجيبها لي. بس البيت زي الفل الحمد لله. ناخدوا القلم شغالين غير بيه. هنا برضو زي الفل اهو. طلعت التربو ده بقى اديه لحد قريب مني. مطبخ زي الفل الحمد لله. غسله المواعين من بالليل وقشطه. الجنب ده كله رايق اهو. وهنا ما حطيتش بقى غير المبخره اللي هي الطويله دي، والمبخره اللي هي بتاعه الفحم بس. الجنب ده بقيه الرخامه كلها كده فاضيه. البوتاجاز نضيف وزي الفل غسلاه. الوحده يا بنات انتوا قلتوا لي شيلي، والله شايله من امبارح. شايله كل اللي عليه، ما سبتش غير بس دول اللي هم بتوع المعالق والجوانتي. هنا انتوا قلتوا لي الدهون وبتاع، ما بيجيش دهون من الجنب، لان انت لما بتبقي حاطه حاجه على البوتاجاز تمام، الدهون ما بتطلعش كده، الدهون بتطلع لفوق. وبعدين انا عندي شفاط، انتوا فاهميني؟ فالدهون ما بتطلعش للجنب، استحاله ان هو يجرى له حاجه، ما تخافوش. الفكره ان انا لفوق الوش بتاعه ممكن عشان الملح البهارات مش عارفه ايه، الزيت الخل، مع اني حاطه باسكت برضو. بس هحط هنا ستيكر اسود مكان يعني على من فوق هنا يبقى ابيض في اسود زي الرخامه. يعني هحط له حته من هنا اسود كده تمام، يبقى شبه الرخامه. ماشي هعمله حاضر. اللي قال لي يا موني دهني الستاند ده ابيض، انا قلت ادهنه قبل كده بس انتوا قلتوا لي لا. جبت سبراي فعلا وكنت هدهنه، بس كده كده قلت ايه، هو اسود، يعني هو اسود وانا المطبخ ابيض في اسود، فهو مش اختلاف كتير. الاختلاف في ايه بقى؟ الاختلاف في الخشب ده. يا هجيب ستيكر ابيض احطه عليه، يا اما هحط عليه ستيكر اسود برضو. الستاند عشان ارشه من اسود لابيض لا، انا حباه كده، حباه اسود. بس ممكن اعمل الرفوف هي اللي اسود. حبيت بس ارد والله على السؤال ده. بصوا دي ما انا تعبت منك. تعالوا نفتح البلكونه عندي. طفي النور هنا. بطلع لها فراخ افكها لها. طلعت الحاجات دي هحطها بقى في الوحده عند ملك، هنرصها مع بعض في الوحده عند ملوكه، هحط لها حاجتها. وده هرميه في البانيو هو كمان عشان ابقى خلصت حاجتي كلها اللي بتتغسل اهو. القطه وقعت لي البرواز. متعبه. هفتح بقى البلكونه عندي كده هوي الاوضه. الجو صعب قوي، الجو صهد. وهكنس البلكونه دي وهلمعها. ممكن افرش فيها حته طويله بس كده بحيث ان انا ممكن اعدي فيها وخلاص. ما بخشهاش يعني، بس عشان ما تدخليش جوه تراب. ربنا يجعل ايامكم كلها هنا وخير وسعاده يا رب، اللهم امين. مش عارفه اولع قران هنا ولا بره، بس انا عايزه اولع هنا الاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بصوا بقى جبت اوردر كده اهو بالتليفون، والله بجد ما قدرتش انزل حقيقي يعني. تعالى اوريكم انا جبت ايه. جبت من السوبر ماركت، بيبعتولي الحاجه على طول ما بيتاخروش عليا. توفير بقى، هعمل ايه؟ وانا برضو لو نزلت هركب توك توك وانا راجعه. جبت ايه بقى؟ اول واحده جبت لانشون حلواني، قلت عشان يبقى في البيت، انا بحب افطر بيه ساعات ملك. جبت جبنه رومي، جبت لتر لبن، لتر ونص جهينه كان خلاص عندي، وجبت علبه برجر كده الوطنيه، ده على فكره حلو وعجب مازن، حلو قوي قوي وملك، فجبته. جبت لتر ونص كده دايت، هحطها بقى في التلاجة. عايزه اقول لكم بقت ب17، كانت ب14 بقت ب17، والتانية دي كانت ب19 باين بقت ب22. حتى هو بيقول لي انا مش عارف في ايه، هنعمل ايه؟ المشمش ده والله اخت جوزي الله يكرمهم جم بصوا عليا، كنت تعبانه وجم بصوا عليا لقيتها جايبه لي مشمش معاها. هشيل بقى البرجر في الفريزر. جبت ايه تاني؟ جبت مولتو اهو، انا قايله له الطويل بس ماشي، اللي هو قطعه واحده، وانا كان نفسي في لمبادة موف قوي. جبت كده، انا مستنيه بقى حد يجيب لي فلافل. وجبت 2 نسكافيه، جبت 2 نسكافيه جولد بحبه. يلا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. جات لي العجينه اتصلت بحد الليفري هناك فبعت لي حد تاني يعني اهو. جبت علبتين، هي العلبه ب7 وقال لي ب14 الاتنين. طلعت بقى المفتوحه دي هعملها اهي، والتانية هحطها في الفريزر، اي وقت بقى اطلعها تفك واعمل منها. زي ما شفتوا بقى كده، عملت البلكونه عندي وشغلت القرآن عندي في الاوضه على سوره البقره، وشغلت بره على سوره الكهف. شغلت والله شاشتين يعني، حبيت اشغل قرآن بره وجوه. المهم هعمل بقى الفطار كده معاكم. فتحت الشباك عند مازن وفتحت الشباك عند ملك وعدلنا السراير وظبطت الدنيا، وعملت السرير عندي وفتحت البلكونه وعملت نضفتها زي ما انتوا شفتوا. الحمد لله خليت الدنيا زي الفل. قلت قبل الفطار، والمطبخ الحمد لله ما فيهوش حاجه. فبجد حاسه ان ده اول روتين يعتبر بعد كده روقان.
بعد التنظيفه المحترمه اللي انا عملتها كده، انا اقدر اقول لكم ايه بقى، ان احنا ان شاء الله على العيد الكبير انا البيت عندي الحمد لله زي الفل. حتى لو مسكت اوضه اوضه يا دوبك مسحت الخشب، لمعت الارض، غسلت مثلا السترتين ولا حاجه وشلت الارض لمعتها وكنستها، شكرا انا كده خلاص خلصت. فاهميني؟ فبجد مبسوطه قوي قوي، حاسه ان انا فعلا الحمد لله الدنيا راقت عندي. عملت تعديل في المطبخ كده هيعجبكم قوي قوي قوي. بجد تعديل حلو قوي. بعد ما جبت الوحده عملت تغيير كده والله عجبني جدا. انا نفسي بقيت حابه ان انا ادخل المطبخ يعني اكتر وافضل واقفه فيه اكتر. وعملت تغيير في الصاله هيعجبكم برضو قوي. الصاله اللي عند السفره، مش هناك عند الركنه. برضو عند الركنه في تغيير كده ان شاء الله المفروض ان انا هعمله. فبجد مبسوطه، ما اعرفش، حاسه ان انا مرتاحه، حاسه ان انا الحمد لله. ربنا يريح بالي وبالكم ويريح قلبي وقلبكم ويسعدكم يا رب، اللهم امين. انا كده، انا لما بحس ان انا يعني مودي مش حلو، او ان انا مثلا كسلانه او بتاع، او مثلا عندي ملل، بقوم اشقلب الدنيا. بجد بحس ان انا مبسوطه لما بشقلط الدنيا كده. اعملي زيي والله العظيم. اللي متابعني من اول القناه عارف ان انا كده مجنونه، وان انا بحب اغير الشقه. طب اقول لكم على حاجه، اقول لكم على سر. طب والله العظيم مره كنت قاعده بتكلم معاهم، وبعدين بقول لكم ايه، انا عايزه اغير المكان بتاع اوضه النوم. عايزه اطلع اوضه النوم بره مكان الريسبشن، وافتح الحيطه اللي هنا دي، اخلي الريسبشن كله هو اللي على يعني ايه ناحيه الحمامين، واقفل الريسبشن بره خالص، واعمله ده اوضه النوم على الشارع. والله العظيم مازن وملك وعلي ضحكوا عليا ضحك. وبعدين علي اخر ما زهق مني راح عامل ازاي، يا ماما مش شقتك يا ماما، والله العظيم 3 ما بتاعتك يا ماما، ارحميني وارحمي امي. والله العظيم قعدت اقول لهم انا عايزه اعمل اي تغيير، انا زهقت 3 سنين قاعده في نفس الشقه، ايه ده الكآبه دي. الحمد لله. يا رب يا رب يا رب يوسع رزقي ويكرمني يا رب ويكرمكم، ويرزقني بقى بالشقه، اللهم امين يا رب. يا عالم والله يا ربنا يا عالم، هو كل المؤشرات ما بتدلش على اي حاجه غير ان احنا يعني ماشيين بستر ربنا. انما يا عالم بكره في ايه، ولا ربنا يبعت ايه، سبحان الله. ربنا عنده كتير قوي قوي والله العظيم. بتبقي قاعده كده وسبحان الله، يعني ربك يرزق، ربك العاطي الوهاب بجد. فربنا يدينا ويرزقنا يا رب، اللهم امين. بس المهم عايزه اقول لكم ان انا عملت بقى كده الفطار. انا دخلت صحيتهم هما الاتنين، قلت لهم قوموا. ايه يا ماما؟ قلت لهم قوموا يلا، عايزاني الظهر اذن والصلاه شغاله، قوموا نصلوا. فبصراحه مازن ما بينزلش يصلي يعني في المسجد، او بيكسل عشان لوحده وكده، مش معاه علي. فبس قمنا اتوضينا وصلينا. قلت لهم قوموا نتوضى ونصلي، النهارده الجمعه ما ينفعش نفضل نايمين ساعه الصلاه. وفتحت الشقه كلها زي ما انتم شفتوا كده، وظبطت الكلام الحمد لله. قلت لهم عايزين تناموا تاني يبقوا ناموا، بس قوموا ساعه الصلاه وساعه الظهر كده لا، قوموا ما تناموش. وقمت بقى قلت اعمل فطار، بقالي كتير ما اكلتش فلافل ونفسي اتلم انا وهم ناكل لقمه مع بعض. حطيت بقى كده، طب ناكل فين؟ مازن قال لي طب نقعد قدام التلفزيون، قلت له خلاص قشطه يلا. المهم شغلنا بقى التلفزيون كده. مازن جاب برنامج مش عارفه اسمه ايه، وبيحبوه قوي، مش عارفه منسيه ولا اسمه ايه، حاجه كده، هو ليه كذا اسم. هو ليهم قناه على اليوتيوب وليهم مسابقات وبتاع، حلو حلو جميل قوي، والجو حلو اهو، حلو الهوا طلع كده والجو بقى حلو قوي اهو. البرنامج ده مش عارفه تعرفوه ولا لا، بس حلو، قلاشات افلام ومش عارفه ايه وحاجات كده. المهم دخلت بقى على المطبخ هعمل القوانص دي للقطه، واغسل بقى المواعين دي، وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. الحمد لله خلصت المواعين اهي. لميت المواعين اللي كانت هنا، وغسلت المواعين اللي كانت في الحوض. عملت اكل اللوزه اهي على النار، غسلت لها القوانص وحطيتها لها على النار. ولعت فحم اهو، عبال ما يولع ويشتغل هحط ميه كده عشان العصافير. بصوا هنا بعد الفطار ولعت، شغلت فحم كده في المطبخ، قلت ابخر المطبخ واظبط جوه. انما بره قلت بعد يعني ايه قبل المغرب بشويه كده. المهم قلت ايه اشغل بقى كده بخور، ما رضيتش اشغل اللي هو العيدان. انا بحب اشغل الفحم ده خصوصا يوم الجمعه بصراحه، بحس ان هو ليه طعم تاني وليه ريحه تانية كده في البيت، معرفش، بحس بجو مختلف سبحان الله.
مليت بقى كده البريم ده. عايزه اقول لكم والله كل ما احطه الاقيه فاضي، كل ما احطه الاقيه فاضي. ما شاء الله العصافير بتيجي عندي وبتشرب منه. مبسوطه قوي قوي ان هما بيشربوا منه يعني. هحطه لهم بقى كده في البلكونه. وبعد كده لقيت نفسي بصوا كان الجو ما في شمس مش طالعه، يعني ما فيش حاجه طالعه سبحان الله، ولا القمر بالليل كان طالع. المهم لقيت نفسي بقى ايه عايزه اصور معاكم الفيديو اللي هو الحواري اللي انا اتكلمت معاكم فيه وجاوبتكم على اسئله كتيره جدا. الحاجه الوحيده اللي انتوا علقتوا عليها الحجاب، انتوا قلتوا ان انا مش يعني ان انا رافضه او ان انا مش سايباها او ان انا. يا جماعه والله انتوا فهمتوني غلط. انا بقول انه فرض وواجب ولازم وامر. بس مالك عندها 13 سنه، يعني لسه برضو طفله، مش عايزه اعقدها او مش عايزه اضايقها اكرهها في حجابها. بالعكس عايزه البسه لها وهي مرتاحه ومبسوطه وفرحانه بيه. هي اصلا عايزه تلبسه، يعني هي اصلا عايزه تلبسه. بس عارفين انتوا البنات في السن ده بين ان هي تبقى لابساه تحس ان هي كبرت شويه، بين ان هو ستره، بين ان هو بيبقى البنات في السن ده عندها تضارب كده في الافكار في الحاجات دي، انتوا فاهمين. بس دي كل الفكره والله. انما انتوا فهمتوني غلط. انا عمري ما حارب حجابي ولا اسلامي ابدا. ربنا يهدينا ويهدي ولادنا ويهدي بناتنا ويسترها علينا وعليهم يا رب، اللهم امين. ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم وافهمه لكم بس مش اكتر يعني. ممكن تكونوا او مش كلكم، يعني هو كام حد بس فهم الكلام غلط، ان انا مش عايزه اجبرها وان انا لا طبعا. لا طبعا الحاجات دي ده ايه اقول لكم ايه ده بالجزمه. انما هي الفكره بس ان انا عايزاها تلبسه وهي راضيه. هي مش عندها 16 17 سنه ولا لا، لسه برضو تعتبر طفله، يعني تعتبر طفله برضو. ربنا يهدينا ويهدي كل بناتنا يا رب، اللهم امين. المهم دخلت بقى كده، انا صورت معاكم الفيديو اللي هو الحواري، اتكلمت معاكم كتير قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لكم الفيديو كان ساعه وانا منتجته النص ساعه ده. قعدت بقى كده في البلكونه شويه، وبعد كده دخلت نقعت اللحاف حطيته في البانيو وهو كمان، قلت عشان يتغسل. وبالليل بقى نشره قبل ما انام. انا بنام بعد الفجر على فكره، يعني انا كل يوم بنام بعد الفجر، يا دوبك الاذان ياذن اتوضى واصلي واقعد شويه، وممكن اصلي ركعتين الضحى كمان وبعد كده انام، فاهميني. بس المهم ايه نقعت اللحاف وقعدت بقى شويه قدام التلفزيون ومنتجت الفيديو وظبطته وسبته يترفع. وهو بيترفع قلت بنت ايه خشي يلا اعملي الغدا. كده كانت الساعه تقريبا 8 9 حاجه كده، كنت انا خلاص منتجت الفيديو وسبته على اليوتيوب يترفع، او ممكن يكون اترفع كمان، انا مش فاكره بالظبط بصراحه. المهم دخلت بقى ايه طب ناكل ايه نشرب ايه. الولاد اكلتهم بقت ضعيفه يعني والله. عارفين عايزه اقول لكم في التلاجة والله عامله بسله وعامله باميه وعامله ملوخيه وعامله بطاطس. انتوا متخيلين جميع انواع الخضار معمول في التلاجة، بواقي 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 من 3 4 ايام فاتوا. وحرام عليا ان انا ارميه، يعني نعمه ربنا ما اقدرش ارميها. عارفين هم حبات صغيرين مش كتير، بس قلت ان شاء الله ممكن انا بكره اعمل مثلا فراخ ولا لحمه واطلع نوع ولا نوعين انا اكلهم. لسه علي كان بيكلمني يعملي ازاي، اظن انا لو هنا كان زماني خلصتك من نص الخضار ده. قلت له والله. عارفين والله لو شويه رز مش لازم لحمه ولا فراخ والله كنا بناكله. بس الله يهديهم ويصلح حالهم. الولاد اليومين دول معظمكم كده متهيألي عايزين نواشف، عايزين مثلا بانيه كبده برجر مش عارفه حاجات من اللي هي نواشف، يعني مش عايزين مثلا ايه خضار بقى مش عارفه. يعني يمكن كمان عشان لوحدينا، يمكن طالعين من رمضان زهقانين، لسه ما خرجتش بيهم بصراحه بعد النتيجه. موضوع ظهري مأثر عليا بصراحه، فمش عارفه انزل بيهم والله خالص. انا مش عارفه انزل اخد حقنه، انتوا متخيلين؟ يعني عايزه اروح المستشفى اخد حقنه مش عارفه، عايزه اجيب حاجات من السوق مش عارفه. يعني زي ما انتوا شفتوا كده النهارده والله بعت جبت حاجات بالتليفون، ممكن تكون في حاجات اغلى مما بجيبها بس غصبا عني والله. بشتغل في البيت بالعافيه، انا واقفه دلوقتي والله بالعافيه، بس لازم اقف، لازم اعمل لقمه للولاد. هعمل ايه؟ البرجر بتاع الوطنيه ده حلو، يعني اللي يلاقيه يجيبه على فكره، مش غالي وفي نفس الوقت طعمه تحس ان هو طبيعي. حلو قوي قوي. الولاد كمان عندي عجبهم جدا. ملك النهارده قالت لي يا ماما حلو قوي. انا عايزه اقول لكم انا بسجل على الفيديو ده السبت، عايزه اقول لكم ان الساعه دلوقتي تقريبا 7 الصبح، بس اتوضيت وصليت الفجر وقعدت منتجته النهارده السبت. يعني الفيديو ده خلاص انا مخلصه الجمعه، بس الفكره ان انا عبال ما منتجته وبتاع. فالنهارده يعني النهارده السبت اهو عملت بقى بقيه البرجر ده مش سندوتشات كده، عملت جنبه شويه مكرونه انا وملك، وعملت الميزن برضو في عيش
عجب ملك قوي يعني، امبارح والنهارده عجيب الولاد جدا البرجر ده. بس هعمل بقى كده سندوتشات. طب ناكل ايه نشرب ايه؟ مازن قال لي ماما اعملي طب سندوتشات، هاتلنا برجر كده واعملي لنا سندوتش. قلت لهم ماشي. مش عايزه برضو مقالي وحاجات كتير فانا بشويه، يعني انا مش عايزه اعمل لهم ناجتس وحاجات من كده، عايزه اعمل لهم حاجه خضار. والله زي ما بقول لكم الخضار مرمي في التلاجة، بحب اعمل لهم خضار عشان يبقى غذاء. هم كمان معظم اكلهم ما بياكلوش فاكهه كتير يعني. بس يا حبايبي المهم بدات ان انا احمر لهم بقى العيش بتاع البرجر ده. عايزه اقول لكم ان انا سجلت على المقطع ده واتحذف يعني ما ما لقيتش التسجيل. المهم عايزه اقول لكم ان بجد طلع حلو قوي. يعني ملك بتحبش السندوتشات، حتى لما بشتريها من بره تقولي انا عايزاها ساده. يا حبيبتي تقولي لا برجر بالجبنه بس. طبعا ما كانش عندي جبنه بصراحه شيدر، الصراحه ما جبتش، فلقيتها غاليه قوي وما لقيتش كمان عند السوبر ماركت، وانا الكميه اللي كنت جايباها خلصت فما لقيتش. يعني قلت لهم بصوا بقى عيشوا حياتكم، فقالوا لي ماشي. عملت لهم بقى مكرونه زي ما قلت لكم كده النهارده عليها، فملك عجبها جدا. انما مازن كان عايز برضو سندوتشات كده، وحمرتها بقى. بتحمري كده العيش من جوه مكان البرجر، مكان الدهون اللي بتنزل او مكان طعم البرجر مكانه ومكان القليه بتاعته، فبيبقى طعمه حلو قوي. حطيت لهم بقى كده بطاطس حمرتها، ما كانش عندي فرم فريتس برضو. اخر الشهر يا جماعه اعذروني اعذروني لازم نقضيها اخر الشهر. المهم حمرت لهم بقى 3 بطاطسات كده من عندي، وحطيت لهم بقى كده بيبسي هما الاتنين، وقلت ياكلوا بألف هنا وشفا، واشوف انا الدنيا عندي ايه واشوف هعمل ايه. زي ما قلت لكم كنت خلاص مسجله على الفيديو ورفعته. هنا بقى كان طالبه معايا ان انا اكل برجرايه كده، يعني مش عايزه بقى ولا عليها جبنه. انا بعشق سندوتش البرجر ده اللي عليه بقى ايه، عليه كابوتشي وعليه خيار وعليه طماطم وعليه جبنه وعليه بيبقى عليه بصل. بحبه قوي، بيبقى طعمه رهيب. بس فعلا ما كانش ليا نفس اصلا، بس انا طلبت معايا ريحته في مناخيري حلوه قوي، فقلت لما اعمل كده واحده كلها ان شاء الله حتى حيف. هنا بقى كنا خلاص، انا كنت شغلت بخور في المطبخ بعد الفطار، وخلصت الفطار وخلصت مواعينه كمان، وحطيت اكل اللوزه واكلتها هي كمان. هنا بقى كنت بعد المغرب او قبل المغرب، قبل المغرب يعني، كان ما والله ما فاكره بالظبط، بس كانت لسه الدنيا ما ليلتش يعني. قلت بنت ايه شغلي شويه بخور بقى كده في البيت وروقي الدنيا، وخلي الصاله كمان الجو بيبقى حلو قوي 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 وقت الغروب كده، وانتي بتولعي بخور ومقفله الشقه كلها كده، يعني ايه مضلماها ونور ربنا هو اللي داخل. يا سلام بيبقى الجو حلو قوي قوي. انا بعشق الجو ده بجد. اهو بصوا الجو تحفه، واللوزه قعدالي، وكنت شغلت القرآن الحمد لله، شغلت سورة البقرة وشغلت سورة الكهف والدنيا زي الفل. هنا بقى دخلت على أوضة ملوكة، هنا كانت الدنيا ليلت خلاص. قعدت انا وهي اتفرجنا على كام حلقة مسلسلات وكام فيديو من صحابي، ومازن اتفرجنا على حلقة. مازن اغلب الوقت ملك اللي بتقعد معايا، مازن بيبقى قاعد اونلاين على النت يعني بيلعب مع اصحابه وكده. مازن بيتفرج معايا على مسلسل كل يوم، بيتفرج عليه حلقة بعد الغدا كده، بنقعد انا وهو نتفرج عليه حلقة وانا بشرب النسكافيه. ملوكة لا، ملوكة اغلب الوقت بتبقى قاعدة جنبي، يعني بتبقى قاعدة معايا في الأوضة من ساعة ما بتصحى من النوم لحد لما بتنام، بتدخل الأوضة بتاعتها مثلا شوية وتطلع ايه تاني، يعني بتبقى دايما قاعدة معايا. هنا بقى قلت لها بصي بقى عشان ما توجعيش دماغي، ملك بتكتب اكتر، هي اللي بتكتب في الكراسات والسكتشات والكلام ده. مازن ما عندوش خلاص سكتشات غير السنة الجاية بقى ثانوية عامة، لما نشوف ان شاء الله ربنا كريم هو هيحتاج ايه. في كراسات وفي سكتشات حطيتها كلها عند ملك، وفي سكتشات عند مازن في مكتبته اللي هو كان بيستخدمهم، سبتهم عنده في مكتبه. قلت له خليهم عندك لحد ما ننقط بقى ايه ونفتح برضو المكتب ونشوف الدنيا فيه ايه، فالله المستعان. عايزه اقول لكم بصوا كميه جلادات بجد مش طبيعيه والله العظيم. يعني انا السنه اللي فاتت طلعت جلادات وطلعت كراسات بالهبل لبنانيت صغننين حواليا، وبرضو متفضل بقى جلادات. يعني جلاد بقى السنه خلاص، احنا السنه الجايه تالتة اعدادي ملوكه، فخلاص مفيش بقى استخدامات ولا جلادات ولا كلام من ده. فطلعت كل الجلاد اللي عندي هديه لكذا حد، لدرجه ان انا عندي والله بيج وشفاف وكل الالوان، يعني كل الالوان اللي تتخيلوها عندي. فالله المستعان. في حاجات عندي هوديها لايمان صاحبتي الحضانه، بقيت مثلا حاجات كانت عندي في الحضانه واقلام رصاص ومش عارفه ايه، طبعا مش كل الكميه دي ولادي هيستخدموها، فهطلع حاجات ويعني هحاول ان انا اوزع، لان
خلاص انا مازن داخل ان شاء الله، ربنا يا رب يكرمه وينجحه يا رب، اللهم امين. خلاص كلها سنة ثانوية عامة وان شاء الله ربنا يكرمه بكليته. لوكا نفس القصة، اعدادية هي سنة، والسنة الجاية نعيشنا وكان لنا عمر. وخلاص بقى هتدخل برضو ايه ثانوي، وهتبقى برضو التابلت. حتى الاقلام الرصاص مش هستخدمه. كل الحاجات اللي عندي، انا عندي كمية اقلام رصاص مش طبيعية. هدي بقى حبة لايمان، هسيب لملك الاقلام اللي هي بتكتب بيها هي ومازن، وهوزع بقى شوية لان طبعا حاجات كتير. دي كده بصوا اللي على الوحدة ده، دي كده تلوين، لوح تلوين بالرمل وبالخربشة ومش عارفه ايه، حاجات بالكحت وكده. كنت جايباهم طبعا من الحضانة بتاع ملوكة، يعني تغيير، قلت تلعب فيهم تغير جو تعمل اي حاجة. هنا بقى كنت بطلع برضو الحاجات اللي انا كنت بنقض، يعني انا كنت بس بحط الحاجة في الوحدة، انما طبعا ان شاء الله باذن الله مش كل ده هفضل سايباه، لان فعلا الحاجة بسم الله ما شاء الله كتير. انا مش هسيب كل ده، لان زي ما بقول لكم مش هيستخدموا كل ده. حتى الاقلام اللي هي الهايلايت والحاجات دي كلها مش هيستخدموا كل ده، فحرام عليا ان انا افضل محوشه الحاجه تنشف تبوظ، لا ما ينفعش طبعا. فانا هبص بقى الناس اللي حواليا، وعندنا مقالم وعندنا آلة حاسبة تانية يعني حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا كنت دايما بجيب لولادي احسن حاجة، وكنت بجيب بالدست. وزوزو ربنا يكرمها يا حبيبتي ويخليها لي يا رب ويبارك لي فيها، كانت برضو بعتلهم شوية حاجات. فالحاجات دي كلها بقى تحسوا ان ايه كله على بعضه، فاهمين؟ فقلت هنقض الحاجة الاول واظبط كل حاجة في مكانها الاول، اعرف عندي ايه واشوف احتياجات بنتي هتبقى ايه، واحتياجات مازن. الهايلايت ده بيقعد معاهم لحد الكلية، انا كنت بستخدمه في كليتي، كنت بحب اخطط فيه قوي في الكتب في الكلية وكده، فمش مشكلة. انما الكوريكتور مش عارفة ايه الحاجات اللي هي الجلو، اقلام رصاص كتير، اقلام جاف كتير، فلا يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله عندي كميه حاجات كويسه جوه برايات. فكل ده خلاص يعني فاهمني، فيا هوديه حضانه يا هوديه مثلا هوزعه على اطفال حواليا كده يعني. بس بصراحه الوحدات دي اللي قال ياموني والله يا جماعه جميله جدا. الجروب اسمه حاجات بنات، هتصدقوني لو قلت لكم لحد دلوقتي بقول لها يا مروه ابعتيلي الجروب، يا بنتي ابعتيلي لينك الجروب، هي بتنسى. مع انشغالها كمان ما شاء الله ربنا يكرمها يا رب ويبارك لها، مع انشغالها في البتاع ده في البيج بتاعتها وفي محلها، فعايزه اقول لكم انها بتنسى. سامحوني لو انا بنام، انا عايزه اقول لكم بجد انا بنام الساعه 7 الصبح اساسا، عايزه والله العظيم بنام. بسجل على الفيديو وانا اتوضيت وصليت الفجر الحمد لله يا رب، ولسه متوضيه. بعد ما اسجل على الفيديو عبال ما يتصدر كده على الموبايل وبتاع واسيبه يترفع، هقوم اتوضى يعني اصلي ركعتين كمان ضحى. المهم هنا الباسكت ده حطيت لها كده لحلوياتها. بصوا كميه اقلام جاف قد ايه، واقلام وجوم وبرايات والوان ومش عارفه اقلام ايه، وهنا بقى الهايلايت والكوريكتور والجلو واقلام الرصاص، ما شاء الله لا قوه الا بالله عندي كميه كبيره. هنا عندي كراسات مقالم يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله والله، مساطر ادوات هندسيه. هسيب بس الملك طقم واحد هندسه والمازن وهطلع الباقي، يعني انا ليه انا مش عامله حفله هنا بقى يعني ايه الرزم بتاعت الورق، وهنا سكتشات وفايلات وحاجات كده نظمت لها. بصراحه الدنيا بقت زي الفل الحمد لله. وهنا طلعت على الصاله البطانيه تاعتي نطفت يا جماعه وبقت زي الفل. واللحاف برضو رميته في البانيو معاكم زي ما انتم شفتوا، سايباه يتصفى. عايزه اقول لكم ان انا بكلمكم دلوقتي وهو على الحبل الحمد لله. في اللحظه دي كنت سايباه يتصفى والحمد لله خلصت. وده كان روتين النهارده، استنوني في فيديو جديد وبسلامه الله يا حبايبي. ما تنسوش اللايك وتعليقاتكم الحلوه.